كرشك ديما محشمه بيك، ديما كديرك الاصوات الغريبه والعجيبه، عامره بالغازات، ممتلئه بالغازات، منفوخه ممدوده قدامك، واخا كتضعفي كلك كرشك كتبقى دائما منفوخه. وبلا ما نقول لكم عن الحوايج الاخرين اللي كديرهم الكرش اللي مملوءه بالغازات. غادي تاخذوا غير جوج مكونات وتبعوا الطريقه اللي في الفيديو، سهله ماهله. اول مكون كانت ملعقه صغيره من اليازير اللي هو اكليل الجبل، زائد النافع البستاني الا كان مزيان، ما كانش خذوا النافع العادي اللي متوفر عند العطاره كاملين. غادي تغسلوا، اكيد البنات تغسلوا ضروري ومؤكد انكم تغسلوه مره وجوج وثلاثه. من بعد غادي تاخذوا صفايه كيف ما كتشوفوا، وغادي ترجعوه في كاس واحد اخر. غادي تغليو الماء، هنا هاد العشوب ما غنغليوهمش يعني نديروهم فوق البوطه، لا غادي نديروهم بالماء غليان، وغادي نخلوهم حتى يدفاو تماما. هاد الوصفه هادي ديروها لي قبل ما تنعسوا في الليل، ملي تكملوا العشاء ديالكم وساليتو شربوا لي هذا المشروب هذا صافي. من بعد غادي نصفيوه وغادي تشربوه قبل ما تنعسوا. عرفتوا؟ الا كانت كرشكم منتفخه راه غتصبح لكم فشوشه، كان المصران ديالكم كيضركم ما يبقاش يضركم بتاتا، كانت في ديك الاصوات قلت لكم الغريبه والعجيبه، كونوا على يقين انها ما تبقاش. هاد الوصفه هذه كانت عاطيها لي امي سنين ومنين، وانا اول وصفه بديت معكم بها في الفيسبوك كانت هاد الوصفه هذه اللي باقا ليومنا هذا كنستعملها. ديروها حتى نتوما ودوزوا بخير.